السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام، معاكم رانيا عبد الرحمن وحلقة جديدة من برنامجكم سنة أولى جواز. هنتكلم فيها عن المشاكل اللي بتعكن علينا أهم وأصعب مرحلة علشان نعديها بسلام ونعيش كل حياتنا في هنا وسعادة. وقول المشاكل دي معانا النهاردة هو رغبة طرف في بقاء الشريك بتاعه طول الوقت معاه، والطرف التاني عايز يعيش حياته زي ما كان عايشها قبل الجواز. وفي الغالب ان الرجالة هي اللي بتحب تنطلق تبقى برا مع اصحابها على القهوة، او في الشغل او ايا مكان، والزوجة هي اللي بتبقى عايزة زوجها جنبها طول الوقت. وفي الحقيقة الاتنين غلط خالص وما ينفعش اللي هما بيفكروا فيه، لان لا ينفع انك تأيدي شريك حياتك انه ما يعملش هواياته، انه يزور اصحابه، انه وما ينفعش ان هو كمان يهملك ويسيبك قاعده في البيت، وخصوصا لو كنت ما بتشتغليش. طيب ازاي نحل الموضوع دوت؟ هنحل الموضوع دوت ان الزوجه لازم تكون عندها نوع من المرونه، وتشجع جوزها على ممارسه الهوايات وعلى ان هو يشوف اصحابه، ولكن بشكل معتدل. كمان لازم الزوج يكون عنده نوع من الرحمه والرأفه بزوجته، ويلاحظ ان هي سابت بيت اهلها وقاعده لوحدها، فلازم يخصص وقت يقعد جنبها ويتكلموا في مواضيع مشتركه، زي ما هي ما كانتش انانيه وسابته يمارس الهوايات بتاعته. كمان لازم يديها فرصه في زياره الاهل والاصدقاء، ولكن بشكل معتدل. اما عن السبب التاني معانا النهارده فهو قله الشغف اللي بتصيب الزوجين، وخصوصا الزوج بعد الجواز. والله أنا مش عارفة الحالة دي بتيجي هل نتيجة لإن خلاص هو حس بطمأنينة ولقى إن الزوجة قاعدة معاه فالدنيا بقت مستقرة، أو نتيجة لضغوط الحياة، مش عارفة، لكن بتصيب الزوج أكتر من الزوجة، وأحيانا بتصيب الزوجة أكتر. طيب إزاي قلة الشغف دوت نقدر نعالجه؟ لازم دايما الزوج والزوجة يتفننوا في الأفكار الإبداعية اللي بتشعل نار الحب واللي بتزود الرومانسية. يفكروا مع بعض ان هم يلعبوا لعبة معينة، يخرجوا، كل واحد فيهم يغير من نفسه، اللي تخنان شوية يخس، اللي خاسة تتخن، والعكس، اللي شعرها طويل تقصره، اللي شعره قصير يطوله. تعمل حاجات جديدة، دايما تفكر في حاجات جديدة إبداعية. تغيير نمط اللبس، وما اقصدش اللبس الخارجي، لا اقصد لبس البيت، علشان دايما تبقى شرارة الحب موجودة وما تروحش ابدا. أما السبب التالت اللي بيعكنن علينا سنة أولى جواز، ودوت بيبقى خاص قوي بالبنات، هو الأعمال المنزلية. الأعمال المنزلية، الزوجة طبعا بتبقى خارجة من بيت مامتها وباباها ملكة، كانت قاعدة بتطلب أو أحيانا بتساعد بس مش بتعمل كل الحاجات، فبتتصدم في أرض الواقع وبتكتشف إن الأعمال المنزلية كتير عليها، فبيجي لها ضغط نفسي وبتبتدي تعكنن على زوجها وبتحصل المشاكل. طيب علشان ما تتصدميش بالموضوع ده تعملي ايه؟ المفروض ان انت بتبقي فاهمه ان الاعمال المنزليه ديت شيء اساسي واجب، سواء كنت بتشتغلي او كنت قاعده في البيت. عليكي تنظيم وقتك ما بين ان انا مثلا هروق، ان انا هطبخ، ان انا هنضف البيت، ان انا هعمل النهارده غسيل. اعملي جدول رتبي فيه حياتك، علشان ما تلاقيش الدنيا كلها اتكركبت فوق دماغك وتبتدي تعملي مشكله. واليوم اللي تتعبي فيه اطلبي مساعدة من جوزك، ولكن اختاري الوقت المناسب. يعني ما تجيش تختاري وقت مثلا هو جاي تعبان فيه جدا، او جاي متأخر من الشغل، او عنده ضغط. لا، حاولي تختاري الوقت المناسب وتكوني برضك رحيمة بيه، لان زي ما البيت، زي ما انت كده بتشتغلي في البيت، هو كمان بيشتغل بره ويمكن بقدر اكبر. فاهم حاجة ترتيب الاعمال المنزلية، يعني مثلا نخلي الغسيل مرتين ثلاثة في الاسبوع، اللي هو غسيل الملابس. دايما مثلا غسيل المواعين تبقى باستمرار، ما تحاوليش تكومي المواعين فتبصي تلاقي ايه ده ايه اللي انا ايه الحاجات الكتيره دي فتتضايقي. نخلي الطبيخ مثلا كل يومين، ما يبقاش كل يوم، يبقى يوم ويوم، وهكذا. الترتيب مهم جدا، وانا دايما بشوفه ان نص نجاح في اي حاجه. اشكركم مستمعينا الكرام، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم سنه اولى جواز.